بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة هنقضي مع بعض يوم الجمعة، جمعة مباركة عليكم يا رب. بس قبل ما تدخلي حطي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل الإشعارات الجديدة. طبعا جمعة مباركة عليكم وعلينا. أنا اختصرت يوم الجمعة كله في 5 دقايق، هوريهولكم يلا بسرعة كده على السريع، بس تشجيع بالله عليكي. طبعا البيت متروق وفرشين فرش رمضان والدنيا نظيفه يا دوبك، بس ايه روقنا من على الوش كده ورتبنا ايه مكان القعاد وخلاص. ولعت عود البخور الخطير بتاعي ده شيخ العرب، فريحته تحفه تحفه تحفه. بتفائل انا قوي بالبخور يوم الجمعه كده، ومشغله على الصاله بقى، فاعطيني روحانيات تحفه. وقلت يا بت تدخلي بقى ايه على المطبخ، شوفي وراكي ايه واعمليه. كان عندي فراخ طلعتها نقعتها في ملح وجنزبيل، وبوريكم بقى الاستيكر بتاع البوتاجاز ده انا حاطاه جديد. عطاني بهجه كده في المطبخ، وبصراحه عطاني تغيير يعني وروح كده. انا كنت سايبه المرايه بقالي شويه كده، وقلت احط الاستيكر على رمضان بقى. وجبت كمان الصينيه الجميله دي، هي بيقولوا عليها صينيه ايكيا بس هي مش ايكيا خالص، يعني هي صينيه بلاستيك عاديه خالص ب15 جنيه من السوق. بس شكلها عجبني، وعليها بقى صورة فنانيس كده. والكوبايات البلاستيك دي كمان عجبتني، مكتوب عليها رمضان كريم. قلت هتبقى حلوة للولاد للعصير. الستة ب12 جنيه. جبتهم كده ايه تجديد كده للمطبخ يعني، والولاد يستخدموهم في رمضان فيفرحوا. يعني انا بحب كل سنة في رمضان لو بحاجة بسيطة خالص، يعني بصوا يعني 30 جنيه مثلا، والاستيكر ب10 40 جنيه. عملت جو كده ظريف في المطبخ بحاجات بسيطة خالص، يعني تقدري تفرحي نفسك من برضو بأقل الإمكانيات. الفراخ دي انا نقعها كده، وقلت بقى ايه هسيبها وهدخل الحمام. هو الصراحة اللي ما خدش الحماية بتاعت رمضان، يعني كل الشقة استحمت ونتفت وبقت مية مية إلا الحمام. قلت بقى الدور عليه النهاردة، رشيت فلاش في الأرض كده، قلت علشان يجيب عليها ايه وطيها ويخلي البلاط بيلمع. بس دلوقتي سبته ربع ساعة، ريحته فظيعة جدا، خلى البلاط زي الفل، والحروف الأسمنت البيضة دي تحفة. جريته كده وشطفت الأرض، وبعد كده قلت أغسل بقى عشان هغسل بكلور ومسحوق وسلكة. مش عارفة الصورة عملت كده ليه. طبعا والكلور والفلاش مش كويسين مع بعض، بيعملوا مادة وحشة قوي بتأثر على الصدر يعني، فما تستخدمهمش مع بعض. انا مسحت الارضية الاول ونضفتها منه، وبعد كده قعدت اغسل بالكلور بقى الحيطان عشان الحيطان تزهزه كده، هي والحوض والتواليت. وغسلت الشباك، وغسلت الرشاقة اللي بحط فيها الحاجات الشامبوات والصابون والكلام ده. بصوا الارض بقت فلة، والحرف الابيض بتاع الاسمنت الابيض ده بصوا بقى فلة. وسبت الشباك مفتوح كده، وكومت الستارة علشان الهواء يدخل كده وينشف الحمام. ونشفته كمان بالبتاعة الخضراء المتعلقة دي، جريت المية من على الحيطان عشان لما بتقف عليه بتعمل عفانة كده. فخليت المطبخ يعني بصوا الحمام قصدي اتغسل غسلة ملهاش حل الصراحة. طلعت فوطة نضيفة بقى بما اننا نضفنا الحمام، ومسحت الغسالة دي عايزة كفر بس. لما اروح ان شاء الله هجيب لها واحد، احسن المية هتبوظها عشان هي جنب الحوض بالظبط. بصوا خلصت الحمام كده وخليته فله، وبعدين طلعت بقى وقلت يا بت اعملي الاكل بقى. عملت الاكل في منت. وانتوا مش معايا عملته في ثواني، بس ما حبيتش اشارككم عمايل. قلت يا بت انجزي كده في السريع علشان ايه الجمعة كلها تبقى 5 دقايق. عملت شوية رز، وعملت سبانخ بتغلي على النار، هي قربت تستوي، ومحضره لها الطشه بتاعتها توم وكزبره كده. وعلى فكره الرز اللي انتوا شفتوه المكلكع اللي على جنب ده كان رز بايت عندي، بحطه لما الرز يتشرب، وبعد كده اقلبه على بعضه بيبقى زي الفل. مترميش حاجه، الدنيا غاليه ومحدش بيرمي حاجه الايام دي. وعملت شوربه لسان عصفور كده تحفه تدفينا، بما ان الشتا راجعه تاني والدنيا بقت ساقعه وبتشتي، فقلنا بقى ايه عايزين حاجه تدفينا، يعني هو ده الاكل الشتوي اللي يدفينا صراحه. والفراخ كانت اتسلقت اهي، اطلعها من الشوربه احمرها. وبس على كده اكله شتويه سهله وسريعه وبسيطه جدا الصراحه. عشان كده ما حبيتش اوريها لكم بالتفصيل، انا بس قلت ايه يعني الم لكم اليوم كده في 5 دقايق بس. بصوا السبانخ وجمالها تقلت كده. انا بعمل السبانخ بالفريك بتبقى حلوه جدا جميله. استوت كده تقريبا، فانا هعمل لها بقى طشه كزبره وتوم، واطشها بقى بتبقى ايه مش عايزه اقول لكم ريحتها وطعمها قلب الدنيا.
احنا لسه شوية على الاكل كده. قعدنا شوية كده وبعد كده غرفت بقى. بصوا الرز بقى مفلفل ازاي، لا باين بقى اللي كان بايت من اللي كان صابح، كله مع بعضه بقى زي الفل. والسبانخ اهي غرفتها جميلة جدا، والوراك بتاعتي او الفراخ حمرتها في الزيت عادي، يبقى طلعت بردك محمرة وجميلة. والشوربة اهي، شوربة لسان العصفور. فبصراحة أكلة متكاملة جدا وفيها كل حاجة، الشوربة والطبيخ والرز والفراخ، يعني فيها كل حاجة. واكلة زي ما قلت لكم بتدفي، بما اننا ايه الجو بدأ يبرد تاني والدنيا بتشتي، فقلت بقى ايه اروق عليهم يوم الجمعة. يوم الجمعة دايما بيبقى يوم خفيف كده وحلو وسلس قوي ببركة يوم الجمعة يعني. وانا ما بحبش اعمل فيه حاجات كتير الصراحة، بحب الم دنيتي بس كده عشان احس ان هو يوم اجازة مش يوم زي الايام العادية. اتمنى ان يوم الجمعة يكون عجبكم. لو عجبكم حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الاشعارات الجديدة. السلام عليكم.